انت مش فاشل، انت بس خايف من شكلك وانت لسه بتبتدي. المشكلة الحقيقية مش انك ما عندكش الموهبة ولا انك مش قادر تتعلم. المشكلة انك مش طايق فكرة انك تكون لسه بتجرب، مش مستحمل تشوف نفسك وانت بتغلط او وانت بتعمل حاجة نص نص. انت عايز تغمض وتفتح تلاقي نفسك خبير، عايز تبدأ من فوق، من مطرح ما غيرك انتهى. بس الحقيقة المرة اللي لازم تعرفها إن مفيش عملاق بدأ كبير. كل الشجر اللي مال الدنيا ده كان في يوم بذرة مستخبية ومردومة تحت الطين. إحنا في زمن السوشيال ميديا بنشوف اللمعة الأخيرة وبننسى العفرة اللي كانت في الأول. بتقارن بدايتك بموسم حصاد غيرك فبتحس إنك قليل. خوفك من شكلك وانت لسه بتتعلم هو اللي مخليك واقف مكانك، والوقوف ده هو الفشل الحقيقي مش الغلط. العيب مش انك تكون مبتدئ، العيب انك تفضل مجرد مشاهد لنجاحات غيرك وانت خايف حتى تحاول. مرحلة المبتدئ دي هي أنظف وأجمل مرحلة في طريق النجاح، فيها الشغف الحقيقي وفيها حقك إنك تغلط ولذة إنك تكتشف كل يوم حاجة جديدة. اقبل إنك تكون مش شاطر في الأول عشان تبقى أستاذ بعدين. صالح نفسك على خطواتك الأولى، على رسمك البدائي وعلى مشروعك الصغير اللي لسه بيحبي. اللي بيوصل بجد هو اللي بيستحمل سخافة البدايات عشان يوصل لعظمة النهايات. ابدأ بإمكانياتك الحالية وبشكلك الحالي وبكل غلطاتك اللي جاية. العالم مش مستني منك كمال، العالم مستني منك استمرار. خليك مبتدئ بشجاعة عشان تبقى خبير ببراعة. وما تنساش اللايك والشير، وابعت الفيديو ده لصاحبك اللي مأجل حلمه عشان خايف يبدأ، ومستني منكم دعواتكم الحلوة اللي بستناها كل يوم.